ومن أهم عادات المصريين عندنا إن واحد جاي من السفر بقاله سنة مسافر، بقاله سنة ما شفتوش، أكيد مش هيجرى أي حاجة لما يبقوا سنة وأسبوع. حضرتك خليك في بيتك مرتاح مطمئن، وكلمه في التليفون الحمد لله على السلامة، وما تروحش البيت غير لما يقولك اتفضل، لأن حضرتك هو بيبقى جاي تعبان وعنده أولويات، هيشوف مين الأول ثم مين ثم مين. مش لازم أجي من السفر النهاردة أبص ألاقي حضرتك على دماغي بكرة، مش لازم تيجي تفضي معايا الشنط، مش لازم تيجي تشوف مين اللي جه زارني وعمل ايه. حضرتك خليك في بيتك، واول ما هذا القادم من السفر هيحب يشوفك هيقول لك الو، وانت ممكن تقول له ده، قول له انا سايبك ترتاح، ولما حضرتك ترتاح ابقى قول لي الو تعالى اتفضل، او تجي لي او نتقابل بره. انما اصحى من النوم وانا جايه من السفر الاقي حضرتك قاعد في الريسبشن، ليه؟ يعني ما جراش اي حاجه لما تخليهم سنه واسبوع، ولا حتى اي حاجه، على حسب درجه قرابتك بيه او درجه قربك منه. فاستنى اديله هو الاختيار، اديله الاختيار، مش لازم نكبس على نفسه.